طيب الجزء 24 نبي نشوف الافرباخ فاريشن. الافرباخ سالفة ان هو اللعب يعني اقدم رصد للتفريع هذا. اللعب بين اثنين اماتشورز، اثنين ما يعني لعيبة عاديين في الشطرنج، وتبناه السوفيتي يوري افرباخ، اعتقد اسمه كذا. تبناه وبدأ يحلله وبدأ يشوف فيه تكتيكات قوية للاعب الأسود. وهو يجي بعد بيشوب E2. وانتم الآن أكيد تعودتوا على الأشكال المتكررة في الكينجز انديان ديفنس، واللي يتحكم فيها انه بلاك يترك الوايت السنتر ويقدم جنوده الثلاثة أو الأربعة ويقول أنا أبي أبيت، ورينا وش عندك اللاعب الأبيض. هنا مع البيشوب جي 5. الحلقة الجاية إن شاء الله الاتش 6 على طول، لكن الآن نبي نايت اي 6 كرد على بيشوب اي 2. تبيت بيشوب جي 5، والبيشوب جي 5 هذا زارنا مرات كثيرة. هنا اللاعب الأبيض عنده في الأفرباخ هو اللي يتحكم بسياق التشكلات الجيم. هنا عنده كوين سي 2، عنده اف 3، اف 4، نايت اف 3، اتش 4، وكوين دي 2. كوين دي 2 مرتبطة واجد بالاف 3 لانها ما تغير واجد في السياق والشكل، فاف 3 بنشوفها مثلا في تفريع كوين دي 2. خلونا نبدأ بكوين سي 2 اول شيء. تمام، اساسي كوين سي 2. كيف ينتقل معنا الجيم؟ فكرة اتش 6، الفيل يرجع لاي 3، اي 5. الحين نبادر تيكس روك دي 1، كوين اي 8، النايت يجي على الدي 5، نايت جي 4 تيكس بالبشب. وهنا الاف 3 البشب يرجع على الاي 6. ولاحظوا في تكتيك مرة قوي اللاعب الابيض، بس ما راح يفلت منها اللاعب الابيض. ليش؟ اول شيء وين الوزير؟ تمام، وين الفيل؟ وهل الفيل عنده مسؤوليات زي الاتش 6؟ ناخذ، اذا اخذ يجي حصاننا هنا، والفيل رجعت على الاي 6 مرة متأخرة بسبب ان طلع نايت جي 4. خذا جهل اف 3، الان تراجع الاي 6. يبي النايت هذا بس جاء متأخر. لكن بلاك يقدر يفلت من التكتيك هذا. بيشوب تيكس اتش 6. هنا ما ناخذ البيشوب، ناخذ الحصان. لكن بيشوب تيكس جي 7 والله مشكلة. طيب شو نسوي؟ عندنا فيل عليه هجوم والفيل الثاني ماخذ الجي 7 وبياخذ القلعة. الجيم انتهى ولا لا؟ ما انتهى. بيشوب تيكس اي 4. خذ قلعتي وخذيت حصاني اوريدي، باخذ وزيرك وهدد قلعتك، يعني الفيل سالم. اوكي لا ما ابي، خل ناخذ فيلك. باخذ بالملك. كوين تيكس بي 7 ما في اشكال لانه الكوين جاي على الاي 4. كوين بي 5 تكسر وزراء، مو الحين في كذا جندي نبي نطيرهم. نايت اي 2 لان الابيض ما بيت وتو حصانه الان يتحرك، مشاكل عنده. روك اي بي 8، وين رايح وزير؟ طيب بروح بكش، مو مشكلة. الان هذا الشكل هو شبه متعادل، وستراكتشرلي على قولتهم هيكليا الاسود اسوأ. ليش؟ لانه الابيض لو سمح وقته وقدر يحل مشاكل الجنود اللي هنا ويبيت ويطلع القلعة تصير اكتف، الابيض ممكن يفوز. لكن وظيفة اللاعب الاسود انه ما يسمح للاعب الابيض انه يطور بسرعة، جنوده متفككين. يعني عنده نايت على الطرف، فالمفروض يلعب بذكاء. وهنا الجيم يعني شوي بتر للاعب الاسود. طيب هذا فقط واحد من اشكال كوين سي 2. طيب ما نبي كوين سي 2 يا موسى، نبي الاف 4. شرايك؟ هذا 4 بون اتاك. الابيض مقتحم السنتر،
طيب نرد بسي 6 نايت تو اف 3. طيب نرجع بالنايت لسي 7. بيشب الان الاتش 4 باقي ما تحرك الجندي هذا. بي 5 بي 5 يهاجم اقرب طرف للسنتر. ايش بتسوي؟ تعطيني باخذ بحصاني. طيب يا عمي اي 5. اوكي نايت جي 4. الان لو لعب اللاعب الابيض مثلا كوين دي 2 بنكسر، ولو بعدين بون تيكس بون، نايت تيكس. اذا اخذ بالدي نكسر، اخذ بالاف في ضغط على الوزير. ففكرة كوين دي 2 حسب المؤلف فكرة سيئة، منها انه الابيض ممكن ما يبيت. لذلك الافضل عند اللاعب الابيض ان يلعب كوين سي 1 بدل كوين دي 2. بي تيكس اتش 3. اول شيء هاجم الحصان ما له مجال الا الاتش 6، بس الاتش 6 حلو ما هو سيء. بيشاب تيكس سي 4 الحين. بيشاب اي 6 تيكس بالحصان. تبيت نايت تو اف 5. الان نايت رجع اكتف. بيشاب تو اف 2. هذا واحد من الاشكال اللي بتطلع على تفريع كوين، مش كوين سي 2، تفريع الاف 4. تمام. طيب ما نبي الاف 4، نبي نشوف شكل من اشكال تفريع الفرعي اللي هو نايت تو اف 3 بدل كوين سي 2 وبدل الاف 4. طيب نطرد البشب. في طريقين مسارين، واحد منهم الاف 4 وتفرع فيها الكتاب، بس حنا نبي نشوف البشب اتش 4 لانه هيومن، مور هيومن. بشب اتش 4 سي 6. هنا كوين دي 2 اي 5. تبي طويل. اي تيكس دي 4. كوين تيكس دي 4. جي 5. وينك يا فيل؟ فيل على جي 3. نايت تيكس اي 4. تاك. طبعا التهديد وين كان؟ التهديد خلاص الدي 6 رايح. الدي 6 عليه 3 قطع تهاجم وما في الا الوزير يدافع، ودي 5 مستحيلة يعني. دي 5 عليها السي، عليها الاي، وزير، قلعة، نايت بعد. ف نايت تيكس اي 4. طيب وش تسوي الحين؟ الهجوم على الوزير ما تقدر تاخذ بنايت ولا تقدر يعني، فما في الا نايت تيكس اي 4، كوين تيكس اي 4. بس طيب ليش اف 5؟ ياهو كوين دي 3 اف 4. وين رايح يا فيل؟ طيب يا عم مو مشكلة. كوين تيكس دي 6. كوين تيكس دي 6. روك تيكس دي 6 ضروري. اف تيكس جي 3. اتش تيكس جي 3. واللعب متساوي. فيل قوي. الفيل الثاني ممكن يجعل الاف 5 اسطوري. الحصان راجع على سي 5 بسلام، او البي 4 بكيفه. عموما سي 5 سي 7 اموره حلوة. فاللاعب الاسود بخير، والان يوصل شكل متعادل. طيب يا عم نبي نمر مرور سريع على كوين دي 2. الان الكتاب يعطي تفرعين ويستمر فيها، يعني واحد منهم كوين اي 8 وواحد سي 6. شوف البشب يتراجع على الدي 1 عشان يسوي مانوفر يرجع على الاي 4، لكن انا فضلت اتجاوزها لان فيها بعد تكرار. عندنا بعد الاتش 4 كتفريع بعد نايت اي 6. سي 5 هاجمني جناح ملك، اهاجم جناح وزير. دي 5 نايت يرجع على السي 7. كوين دي 2 اي 6 اي 5، اللي اول مرة تقريبا نشوف اي 5 صح بهالطريقة. ما في مشكلة. دي تيكس اي 5. الان دي 6 نو بروبلمز. نايت سي اي 8. ولاحظوا ان هذا
هيومن اكثر، انساني اكثر التفريع ذا، لانه قد تكرر حتى معي. روك دي 1، كوين دي 7، مضغوط اللعب الاسود لكن بتشوفون نايت اف 3، اي 4، نايت اي 5 برضو يزيد الضغط، كوين تيكس دي 6، كوين تيكس كوين، نايت تيكس كوين، روك تيكس دي 6، وهنا نايت 2 اي 8، النايت رايح، الروك مهدد، اختار اي واحد. طبعا الابيض يضحي على الاف 7، كينج تيكس، الروك ترجع، بيشوب تيكس سي 3، بي تيكس سي 3، جنود ضعيفين مدبلين وجايهم الخير ان شاء الله. نايت دي 6 قريبة، والبيشوب اول ما يتحرر راح نشوف بيشوب خطير شوي. وهنا نايت باك تو اف 6، اخر لعبة لعبت في الخط هذا. ف الاسود بعد هنا متساوي ويمكن له افضلية نسبية، لكن هذه الاشكال اللي تتفرع بعد. بيشوب تو اي 2 تبيت بيشوب جي 5، وقلنا نايت اي 6، ومن بعدها شفنا 4 اشكال. الحلقة الجاية ان شاء الله والجزء الجاي راح نشوف ال H6 على طول، بس انتم خلاص عرفتوا الاشكال اللي تتكرر في الكينجز انديان، فما يحتاج ادخل في تفاصيل كثيرة.